عايز اشرب مع شاي. بالاكتئاب مرتبط زي الموضة وسعر الشيء هلاوس الفشل في دماغي ارتاحت اطلاقا وانت عنك ضاحك نفاقا. السلام عليكم. فيلم تراب الماس قتل بحثا طبعا، ولكن انت عارف ان الوضع هنا مختلف تماما. النهارده هنحلل شخصيتين رئيسيتين في الاحداث، وهم حسين الزهار والسيرفيس. هنعرف دوافعهم، هنغوص لا مؤاخذه جوه اعماق. النهارده هنستخدم منهجين رئيسيين في نظرياتنا. الاول هو تقسيم شخصيات فيلم تراب الماس لحيوانات، يعني كل شخصيه بترمز لحيوان معين سواء في الصفات او السمات الشكليه. والمنهج التاني هو التحليل النفسي للشخصيتين الأساسيين اللي هنتكلم عنهم النهاردة، حسين الزهار والسيرفيس. كعادة أحمد مراد بيمزج بين الحقائق والوقائع التاريخية وبين الخيال، وده عادة ما بيبقى مزج مخل، لأنه بيغير من بعض الحقائق العلمية والفيزيائية بدل ما مثلا يغير في الأحداث التاريخية، لأن التغيير في الأحداث التاريخية بيكون مقبول أكتر. على سبيل المثال فيلم انجلوريوس باستر، لكن كل مرة بيتبنى تغيير حقيقة علمية زي الفيل الأزرق وتغيير هوية مخدر ال DNT، والمرة دي بيغير هوية الماس وبيحول ترابها لمادة سامة بتعمل أورام صلبة على طول المريء وبتسبب نزيف وبثور على الوجه. لكن في الحقيقة الماس عبارة عن كربون نقي، المادة في حد ذاتها مش سامة، إنما قوة صلابة الماس بتخلي الأطراف المدببة في الشظايا هي اللي ممكن تعمل جروح حادة ونافذة في الأعضاء الداخلية وتخليها تنزف لحد الموت. لكن الماس لو بودرة مطحونة تماما لدرجة التراب فهو في الغالب مش هيسبب جروح وهينزل مع عملية الإخراج. وهنا لو عرجنا على رأي إن البودرة سامة فعلا، هي أقصى ما هتسببه هو النزيف لحد الموت، لكن مش هتسبب الآلام والأورام والبثور وكأنها لعنة. فيلم تراب الماس تبنى تقنية الأنيمال ترانسفورميشن أو أنيمال وورك، دي تقنية تقمص لسمات شكلية وحركية وبعض صفات الحيوانات وربطها بالشخصية اللي بيأديها الممثل. وده كان على حسب كلام محمد ممدوح صاحب شخصية السيرفيس، اللي قالوا انه استلهم لغة جسد الشخصية وسماتها من الدب، لأن الدببة ضخام وصراع وهجومهم مفاجئ وعشوائيين وعبثيين وعصبيين وعناف وصوتهم قليل وعندهم تراجع وبطء ذهني واجتماعي. والتقنية دي استخدمها حبيبنا أنتوني هوبكنز في سايلنس اوف ذا لامبس، كان متأثر بالأفعى في فحيحة وطريقة الكلام. استخدمها الراحل هيث ليدجر في التشابه مع الضباع في حركات ورياكشنات الوش. حسب بحثي القصير ملقتش مصادر كافية تقول إن المخرج ربط باقي الشخصيات بحيوانات إيه، باستثناء العميد وليد سلطان اللي كان الفيلم بيرمز ليه بالأسد بشكل مباشر وواضح لدرجة إنه وصف نفسه بيه. فالنظرية هتربط بين صفات وشكل باقي الشخصيات وبين الحيوانات الأقرب ليها. الاعتماد الأكتر هيكون على الصفات. أولا محروس برجاس، جاهل، سطحي، عجوز، عقلية متحجرة ورجعية، صنع مجد ما تعبش فيه، فاسد. الحيوان الأقرب هيكون هو الحمار أو الفار اللي بيمثلوا الخوف الشديد والفساد. ثانيا هاني برجاس، شهواني، مهووس بالمتعة، فاسد، ورا الثراء ما تعبش فيه، عنيد. الحيوان المماثل هيكون الخنزير، أكتر حيوان قذر وشهواني في مملكة الحيوان. سارة وشريف أصلا هم خط درامي مقحم مش مؤثر في القصة، ولكن قد نرمز ليها بالبومة بسبب الهدوء الشديد. شريف مراد مخادع وما عندوش مبدأ وخبيث. الحيوان الأقرب ليه هو التعبان أو الضبع. ونيجي لحلاوة النهايات، طه الزهار ووالده حسين الزهار. طه الزهار هو الأقرب في الشكل والصفات للثعلب من حيث البنية الرشيقة والعيون والمكر والدهاء والانتقام. أما الحاج حسين الزهار ده حكايته حكاية. الفيلم بيربط بينه وبين الغراب في أكتر من لقطة وبيوضح العلاقة بينهم وبين بعض، لكن أنا بشوف إن الحاج حسين مش غراب، أنا بشوف إنه حيوان مقلد زي القط أو الشمبانزي أو الخروف. ولكن خلينا نقول الشمبانزي هو حيوان بيقلد جدا، بيتأثر بالكلام والسلوكيات، فضولي جدا وحشري، عنده قدرة على استخدام أدوات بس مش بيميز دايما الصح من الغلط. وفي تجارب أثبتت إن الشمبانزي بينتقم وبيرجع يكرر الانتقام بنفس النمط لأنه بيحس بلذة غريزية فيه. القرد ممكن يكون رمز للسطحية في التقليد وردود الفعل الطفولية والسلوك الانتقامي البدائي والحشرية. ننتقل دلوقتي لتحليل شخصية حسين الزهار من الجانب النفسي، ومن بعدها هنختم بشخصية السيرفيس. لو جينا بصينا لشخصية حسين الزهار فهنلاقيه عبارة عن سفنجة بيتأثر قوي بالكلام اللي بيتقاله والمبادئ اللي بيتلقاها بشكل ساذج من طفولته. بيتمسك بالعبارات اللي بتتقاله وبيطبقها بحذافيرها بدون تمييز، زي لما ابوه قال له ساعات بنعمل غلطات صغيرة علشان نصلح غلطة كبيرة. كمان لما بيتقال له أي غلطة لازم ندفع ثمنها حتى لو اعتذرنا. فهو واضح إنه بيقلد طول الوقت اللي بيتلقاه بشكل ساذج ومندفع بدون تمييز أو فرز. من أول ما قتل الخواجة ليدو بتراب الماس بحجة الانتقام والوطنية اللي كان في سنه ما يعرفهاش وما يعرفش عنها حاجة، إنما مجرد رد فعل خاوي وسطحي كأنه روبوت، بيبدأ ياخد دور المشرع بنفس السذاجة ويقتل كل واحد مش عاجبه، أي حد فاسد أو سيء أو مخالف لأيديولوجياته السياسية. الزهار كان دايما متأثر بالسياسة ونظام البلد والانتماء والوطنية لدرجة تخليه يقتل ويعلق حياته كلها عليها وكأنها عذرة أو شماعة. أنا ضحية للبلد ونظام البلد والهلك ده. حسين مهووس بالتجسس على جيرانه،
من يوم ما اتصاب بالشلل بيراقبهم عشان يسلي وحدته وفراغه. بدأ ينتقم من الناس عشان يحس بوجوده وإنه لسه حي رغم شلله. شايف إن مراته خانته واتجوزت غيره وسابته علشان يتشل، لكنها في الحقيقة سابته علشان هوس التجسس والمراقبة. فهتلاقيه بيلمح إن الست الحلوة مشاكلها كتير زي مراته، نوع من أنواع الاضطهادية اللي جواه وسوء الظن إنها سابته علشان تروح لحد يقدر جمالها ويشبه احتياجاتها. حسين مش كرييتيف، بيكرر نفس عبارة أنا حلمت لك حلم لكل ضحية قبل ما يقتلها. حتى ابنه ورث منه التقليد الساذج ده وتشرب المبادئ بشكل سطحي برضه، بقى يسلك نفس طريقته في الانتقام بنفس العبارة اللي بتسبق الانتقام. لو جينا نفصص المشاكل النفسية اللي عند الحاج حسين اللي الفيلم بيصوره ضحية ومظلوم، هنلاقي كرتونة مشاكل نفسية. أولها اضطراب الشخصية الاعتمادية اللي كان عنده في طفولته وسهل امتصاصه للمبادئ اللي كان بيتلقاها. كان بيطبقها بشكل حرفي وساذج لأن الاضطراب ده بيتسم باعتمادية فكرية وسلوكية، وبيتسم كمان بقابلية عالية للتأثير والتلقين بين قوسين suggestibility، انت بس عشان ابان فاهم وبتاع اكاديمي. وكمان بيتسم بضعف التفكير المستقل وضعف تكوين هوية واضحة، فبيربط حياته بالسياسة ونظام الدولة اللي بقاله مليون سنة. وكمان بيتسم بالاحتياج المرضي للشعور بالقيمة من خلال السيطرة أو العدالة. وبالتبعية ورث طه الزهار نفس مبدأ الاعتمادية ده، وظهر في قابليته للتلقين واستخدام نفس أسلوب أبوه. الاتنين عندهم نوع من أنواع العدالة الأخلاقية المشوهة. أما الاضطراب التاني اللي عند الحاج حسين هو اضطراب الشخصية الاضطهادية، درجة من درجات البارانويا أو جنون الارتياب، تخليه يشك في الناس اللي حواليه ويتوقع منهم الأسوأ ويتوقع إن هم بيتآمروا عليه. وده بيساهم في تكوين عنده هوس بالتجسس ومراقبة الجيران، بالإضافة للفضول والشلل اللي بيغذي الهوس أكتر وأكتر. وكمان الاضطهادية دي بتتجلى جواه في علاقته بمراته قبل ما تسيبه. ونقدر نقول إنه عنده كمان اضطراب معاداة المجتمع اللي بيمنع الشخص يحس بالذنب ناحية الناس ويكون ناحيتهم سلوكيات عدوانية ومؤذية، تبرير السلوكيات دي بحجج واهية زي استحقاقهم للعقاب. مشترك بينه وبين باقي شخصيات الفيلم زي السيرفيس ووليد سلطان. من الحاجات المشتركة كمان بين كل شخصيات تراب الماس هو انعدام المبدأ. حسين الزهار بيخون مبدأه في كره البشر بحبه لأخته ولابنه، وبيخون مبدأ الوطنية بحب تونة بنت عم ليدو. شريف بيخون مبادئه المزيفة عن المناداة بالعدل والمساواة والمعاملة الآدمية، وبيطلع في الآخر مبتز وشهواني وبيعلق ده على شماعة مرضه النفسي. سارة بتقول إنها مش عايزة ترتكب نفس خطيئة الانتقام زي الحيوانات وبتتحول لواحدة منهم. السرفيس صباح الفل ده ما عندوش مبدأ من البداية يعني. وليد سلطان بيقول كلام مش مقتنع بيه عشان ما يحسش بذنب قتله لحد. واخيرا طه اللي بيتحول من صيدلي ضعيف لقاتل بيستغل ذكائه الدفين وبيلاقي متعه في استغلال ذكائه ده. تساؤلات على الهامش، هو مش كان هيبقى منطقي اكتر ان العميد وليد سلطان ياخد بودرة تراب الماس من طه بالعافيه لما يبقاش سايب اداه القتل في ايد القاتل وينقلب عليه في وقت من الاوقات؟ سؤال كمان، هو لمجرد ان آل برجاس عندهم نفوذ ونواب في مجلس الشعب ده معناه ان يكون عندهم قصور واحد منهم ب 68 مليون جنيه سنه 2018؟ والان مع فقره السرفيس. طلعت ابو سعده شاب اصله عرباوي، جت امه بيه مصر بقت تتسول بيه، وفي يوم من الايام اتقتلت قدامه على ايد اتنين حشاشين. وتربى طلعت من بيت لبيت، وكان كل ما يحب حد بيفقده. الموضوع ما توقفش على امه، ومع كم الخسائر اللي كان بيتعرض لها كان بيكتم جواه ومش بيعبر. عاش فترة كبيرة ضعيف ومش بيعرف يتكلم، حتى ذكائه كان متأخر جدا، لحد ما الشارع علمه ازاي يقدر يجيب حق. لحد ما كبر وجسمه بقى ضخم وسلوكه العنيف ظهر للناس، فالناس بقت تتجنبه لأنهم عارفين إنه شبه متأخر ذهنيا وعنيف جدا. لحد ما اتقابل مع وليد سلطان وشغله لحسابه واداله اسم السيرفيس لأنه ببساطة خدام. وكمان هو عمل دبل مينينج وورد بلاي كده لأنه شبه السيرفيس اللي هو الميكروباص الصغنن مربع زيه كده. المهم بقى يخلص له مصالحه الشمال. وبيني وبينك وليد كان مدلعه على الآخر، كان عاطيله سلطة يعمل اللي هو عايزه، يضرب ده ويكسر ازاز ده، وفي الاخر يتعمل له محضر. وليد يخرجه لانه محتاج لوجوده بره. وكمان وليد ساعده يوصله للي قتل امه علشان يبقى له جميله عنده. والسيرفيس مش بينكر الجميل، يعني في النهايه السيرفيس ما كانش شغال لصالح قلب رجاس ولا يعرفه، ولكن في الحقيقه سلطه السيرفيس المطلقه في التكسير والبلطجه على الناس وانه يتحبس ويخرج والسبهلله دي ما كانتش منطقيه، بل هي نقطه ضعف في السيناريو. لان اللي بيشتغل عندنا الشمال مش بيبقى مسنود عليهم ظاهريا، لانهم مش بيحبوا سيرتهم تيجي ولا سمعتهم تتلوث. ومش منطقي يعمل اخطاء وهم يرقعوا وراه زي ما انا بعمل في سيناريوهات الافلام كده، لانه مش من بقيه اهلهم. فدي لحد ما نقطه ضعف تم ترقيعها. بل هل وليد سلطان كان بيحب السيرفيس اصلا؟ النظريه بتقول ان وليد عمره ما حب حد، بدليل انه صفى السيرفيس بايده. ولكن وليد بيحب يضحك على نفسه ويمثل انه بيعمل الحاجه وهو من جواه مش بيعمل. كيف كده عنده يا عم؟ كل واحد ومزاجه تمام. المهم، الفترة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم عن أعمال عليها إقبال كبير زي مسلسل النهاية والجزيرة والأصليين وفيلم الفرح وبعض أعمال هوليوود. خليك مترقب وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وشغل الجرس يا اسطى، شغل الجرس وادي تقدير للمجهود اللي بيتبذل، علشان كل ضغطة هتضغطها هتساهم في انتشار المحتوى. مش محتاج أقول لك الكلمتين دول، كل الناس قالوهم لك، ولكن أنا مش عارف أقول لك إيه. أنت شايف، أنت ذوقك.